رسميا بعد رفض الطاس يوم أمس، أتى اليوم الخبر العاجل واليقين من الكاف بتأهل نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ب6 أهداف نظيفة في شباك اتحاد العاصمة، في شباك العسكر، لأن الخريطة المغربية هي التي سجلت الأهداف. 6 أهداف نظيفة، 3 في الذهاب و3 في الإياب، وبهذا تكون نهضة بركان في النهائي لتلاقي الزمالك المصري. يا باشا يا باشا، شنو نديرو دابا في التريكو؟ نديرو الأهرامات ولا نعملو شي حاجة أخرى؟ لا المصريين معليش، قال لك واخا ديروا مصر كامله في الخريطه المغرب هانيه، قال لك حنا خوت نلعبوا ما تنزلوش. ولكن العسكر قال لك لا، قال لك ما ديرش الصحراء، حيت حنا بغينا الصحراء، يعني الجزائر كتطمع في الصحراء، ماشي حيت تندوف ولا معاتلو ولا البوليزار، لا هي الجزائر كتطمع في الصحراء. وبهذا رسميا نهضة بركان الى النهائي، واتحاد العاصمه يلعبوا مباراه في تندوف مع ابراهيم غالي وتبون وشنقريحه والى غير ذلك. الطاس تنصف نهضة بركان والكاف ينصف نهضة بركان. وبهذا شنو بقى لكم ما ديروا دابا الجزائريين؟ شنو بقى لكم ما ديروا دابا في ذاك البلاطوات الهداف وذاك البلاطوات سميتو التلفزيون الجزائري؟ شنو غادي ديروا دابا؟ نهضة بركان في النهائي، والملف أحيل إلى اللجنة التأديبية في الكاف، عاد غيشوفوا العقوبات اللي غادي يتخذوها في حق اتحاد العاصمة، أي في حق الكرة الجزائرية. أكيد ستكون هناك عقوبات غليظة، ستكون هناك عقوبات بحرمان الكرة الجزائرية من المنافسات القارية مستقبلا. سلام.